أنا مرة حدثني طبيب قال لي جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه. قال لي عجيب المريض، كلما دخلنا عليه يقول اشهد لمن زاره أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي إذا قرع الجرس يتدافع الممرضون لخدمته، الأطباء كذلك. قال لي أمضينا أسبوعين كأنه الغرفة فيها جنة، لك مريض ورم خبيث لا صاح ولا شك، بالعكس وجه منير راضي عن الله. قال لي عجيب عجيب، يعني ترك أثر بالمستشفى. يعني حتى دين ضعيف اعتقدوا بالإسلام. شو الإيمان؟ لك مات شكى، آلام لا تحتمل، آلام لا تحتمل، ما رفع صوته يا ربي لك الحمد، كلما زاره إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. ثم توفاه الله. قال لي لحكمة بالغة 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 جاءنا مريض معه المرض نفسه، ورم خبيث منتشر في كل أمعائه، يسب الدين، يسب الأنبياء، يقرع الجرس ما حدا يلبيه، غرفة موحشة مظلمة مخيفة، ومات. الله أطلع أهل المستشفى على مريضين بالمرض نفسه، الآلام نفسها، بس واحد مؤمن صابر والثاني كافر. أيها الإخوة، الله أرسل مصائب، بس هالمصائب هي نجا منها المؤمنون. الله قال وكذلك ننجي المؤمنين. بتلاقي واحد معه أمراض نفسية، عنده عقد، عنده يأس، عنده إحباط، يعني يتهم كل إنسان، يشكو من كل شيء. تقعد مع مؤمن بالبلد نفسه، بالظرف نفسه، بالصعوبات نفسها، بالضغوط نفسها، بالتقشف نفسه، بالحرمان نفسه، راضي عن الله. شو قصته هذا الثاني؟ مسرور، راضي عن الله، متفائل، واثق بالله عز وجل. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير كثير. إياكم أن تتوهموا أن الفرق بالصلاة والصوم والحج والزكاة. البنية النفسية مختلفة. يرى أن الله يعمل وحده، علاقته بالله عز وجل. الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. مرة قال لي واحد يعني حب ينتقد كلام أقوله دائما أن المؤمن سعيد في الدنيا. قال لي كيف سعيد؟ والله لا يختلف عن غيره إطلاقا، هيك أقسم بالله. وأنا بجلسة فيها شيء 40-50 شخص، قلت له إذا واحد عنده 8 أولاد ودخله 4000 ليرة ما بيكفوا 4 أيام، وبيته بالإجرة وعليه دعوى إخلاء ومريض، كيف وضعه هذا؟ قال لي صعب جدا. قلت له عنده عم ما عنده أولاد ومالك 500 مليون ليرة ومات بحادث فجأة، ال500 مليون لمن؟ لهذا الفقير وريثه الوحيد هو. لكن حتى قبض المبلغ خلال سنة، وثائق وبراءات ذمة ومعاملة معقدة، معاملة المواريث. لماذا في هذا العام قبل أن يقبض قرشا واحدا هو أسعد الناس؟ ما قبض شيء، بس صار معهم 500 مليون، دخل بالوعد، موعود ب500 مليون. كلما رأى سيارة فارهة جدا سأشتري مثل هذه السيارة، وكلما رأى بيتا رائعا سأشتري مثل هذا البيت. الله قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. المؤمن لأنه الله وعده بالجنة، وعده بجنة عرضها السماوات والأرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لأن الله وعده هذا الوعد فهو راض عن الله،
وهذا الوعد بالجنة يمتص كل متاعب الدنيا. واضح تمام؟ فلذلك أحد أسباب سعادة المؤمن الله وعده بالجنة، وأمرك مع الله، والله رحيم وعادل وحكيم، ما بيتخلى عنك، هو يدافع عنك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك.